بتذكر وقت اللي مات بيي انا وصغير، كل الناس اللي اجوا ليعزونا قطعوا علي لانه انا الكبير بالبيت، وذكروني انه هلا انا صرت رجال البيت. بعد ما سمعت شي 100 واحد عم بيقول لي نفس الشيء، بس خلص النهار صراحه بلشت اسال حالي انه شو بده يفرق؟ شو لازم اعمل؟ كيف لازم كون لصير رجال البيت؟ شو يعني رجال اصلا؟ وصراحه ما بعتقد انه الرجوليه بمجتمعنا بلبنان صحيه، لان في شغلتين بشوفهم. من ميلة في جروب بيأله مفهوم رجال ايام زمان، اللي بيشيل حاله بحاله وبيشتغل وبيتعب وسند وصخرة وبيحمل كل شيء على كتافه، ما بيتأثر بالدنيا هي وعم تبرم وتخبط حواليه، او يمكن مش ما عم يتأثر، بس عم يقدر يستوعب كل الاشياء اللي عم يتعرض لها بلا ما يبين اي كراكس. وبعتقد للصراحة هيدي اشياء حلوة منا عاطلة بحد ذاتها، بس بعتقد صار في ردة فعل عنيفة لهذا النوع من الرجولية، لانه مع انه كان جيل مدعوم وعنده سند صلب، لاحظوا انه افتقدوا عنصر شخصي اوثنتيك وشفاف مع هذا النوع من الرجال. وقت اللي تقربوا منه شافوا رجال ما بيعمل كونكشنز عاطفية معهم. بس سألنا شبيبة فيديو اول الشهر عن الرجولية التقليدية، معظمهم قالوا انه بدهم رجال بيحس معهم، بس مع انه مطلوب منه يحس ويعبر اكثر عن مشاعره، في ضغط انه ما يبين ضعيف، وهيدا الشيء بحط الشخص بليمبو. وبدي اقول شغله عن الحديث عن الرجوليه، انه بتسبب بانقسامات اكثر من اجوبه. في اشياء منا صحيحه بالرجوليه بمجتمعنا، وفي كتير ناس بتنأذي من هذا الشيء، وفي ناس تانيين عم بتقول انه ما لازم نكب كل الرجوليه بزباله بس لانه في كم شغله مش ظابطه. بس اللي عم شوفه هو انه في مسجز ايدانه ولوم عم تنكب على الميلتين. وقت اللي فتحت الكتاب المقدس شفت انه يسوع عمل شيء تاني، وجه نفس الرساله الموحده للرجال وللمراه، قال انه اثنيناتهم بالاشياء اللي بيختلفوا فيها والمتشابهين فيها مدعوين يلحقوا ويختبروا محبه الله الحقيقيه. ما في طويل وقصير ولبناني وسوري ورجل ومراه عند يسوع، في ناس بتختار تتبعه وتعيش بطريقه مختلفه عن العالم. هلا بالاخير بحس انه الرجال شخص بيحمل مسؤوليه وبيدعم الناس حواليه، وبعتقد الرجال الحقيقي شخص عنده كاباسيتي يحب غيره بقوه واستعداد ليعبر عن هذه المحبه بطريقه بناءه. في كتير رجال بحياتي اخذتهم اكزامبل لإلي، وبعتقد بكلهم شفت هدول الكواليتيز، وشفت فيهم الرغبه انه يشتغلوا بالبيئه اللي هن فيها ويزيدوا عليها ويحسنوها. الرجال شخص بده يكون عنصر فعال ببيئته وبده يعملوا مكان افضل. إذا حبيتوا الفيديو اعملوا لنا سبسكرايب وشيروا لأصحابكم، بنحب نعرف رأيك باللي قلناه، اترك لنا تعليق تحت الفيديو. وإذا بتحب تحكي أكتر عن الموضوع فيك تلاقينا على انستغرام على @yfcvibes.